أضرار، وردة الجنوب، خزان الجزائر من حفظة القرآن الكريم، موطن أعجوبة الفقاقير، وعديد العادات والتقاليد الشعبية التي تأبى الاندثار ويتوارثها الأجيال عن الأجيال. هنا في قصر ولاد الحاج بدائرة زاوية كنت جنوب عاصمة الولاية أضرار يصنع الساكنة الاستثناء في احتفالهم بيوم عاشوراء. هم وحدهم على بقاع المعمورة من يحتفلون ويحفلون ليلا برقصة فولكلورية تدعى إيشو. إيشو هو مصطلح أمازيغي أكيد، يعني في اللغة العربية رجل الليل، لندنوي. إيشو أو رجل، يعني في اللغة العربية رجل الليل، لندنوي. إيشو أو رجل الليل، الرقصة الذكورية التي يلبس فيها أحد الرجال خلافا لغيره من الرقص، حتى وإن نجحت في أن تجمع حواليها هنا بقصر ولاد الحاج بأضرار العشرات بل المئات من عشاق الفرجة في ليل استثنائي. فريدة من نوعها، وهي خاصة بقصر ولاد الحاج، هو طابع فلكلوري خاص. احنا نتمناو هذه الرقصة الفلكلورية ابتدعت في قصر ولاد الحاج، وقصر ولاد الحاج حافظ على هذه الرقصة على مر الأجيال لحد الساعة. لا أحد يقدر يقول، الجميع يجهل تاريخ حدوثها وصدور هذه الرقصة. تشير طقوس إيشو إلى اصطفاف الراقصين في صفين متقابلين من بضع رجال، منهم من يحمل عصا خشبية أو عصا نخيل، وآخرون يفضلون التصفيق في انسجام مع الأداء الفولكلوري المصاحب وأصوات تهتف بكلمات وأشعار من التراث الشعبي للمنطقة. فهكذا سبقهم الأولون. هذه إيشو نعقل على اسم أنا جدي أنا كان يسمى لبسو، ولا عمو ولا الشيباني نتاعي الله يرحمه لبسو واحد 5 سنين ولا 6، بصح منين ولا يسمى مرض منه قال لك يا ودي انا يدير فيها شويه الحب. يتواتر كبار القصر رواية تقول أن السبب في رقصة إيشو كانت امرأة طلبتها من أهلها في غابر الأزمان كهدية خاصة. إن لالا عشنبولة التي يرجع نسبها إلى عائلة يوسفي كان لها ابن، وفي يوم من الأيام حوصر القصر، قصر أولاد الحاج حوصر من قبل الغزاة، حاصروا القصر ولم يدعوا لا من يخرج من القصر أو من يدخل إلى القصر، حاصروه لمدة طويلة، كاد أن يهلك المجتمع الذي بالأشخاص الذين في القصر. قالت لهم بغيت فيكم شي جنوبي اللي ما فات خلق زعما شي زعما ديروه ليا نتاع زعما رقص اللي ما هي فاتها خالقه. قالوا واش نديروا جاو صنعوا لباس من الف نتاع الفدام. رواية أخرى تتواترها الأجيال وتتقاطع مع الرواية السابقة في أن رقصة إيشو جاءت نزولا عند رغبة امرأة كانت تسمى لالا عشنبولة. الشيخ بن حنيني إلى الغزاة الذين يحاصرون القصر، فقال لهم أن يبتعدوا عن حصار القصر، لكن لا حياة لمن تنادي. عندها قام الشيخ بن حنيني باستخراج سبحته، كانت له سبحة، وقام بالدعاء لله تعالى والتضرع له، وقام بالسبحة، فكلما مرر حصى من السبحة أو حبة من السبحة إلا وسقط جمع من الغزاة، كلما مرر سبحة إلا سقط جمع من الغزاة، فبدأوا يسقطون واحدا تلو الآخر إلى أن كادوا أن يفنوا، فهرب البقية من القصر. عندها خرج أهل القصر فرحين شاكرين لله تعالى وشاكرين للشيخ بن حنيني وأمه، فأرادوا أن يكافئوها بشيء ما،
فقالوا لها ماذا تريدين؟ اطلبي ما شئت ونحن نلبي. فقالت لهم لاله عيشنبله أن تأتوا لي برقصة لا مثيل لها ولا نظير في العالم، لا نظير لها. وإن كانت إيشو رقصة استحدثها الرجال لتكريم امرأة فيما سبق من الزمان، فإن في ولاية أضرار من الرقصات الفولكلورية والتراث الشعبي ما يستحق الاهتمام والبحث. رمضان معلم لبرنامج مراسلون.